طبعا كلنا شايفين قصه الحب الغير طبيعيه بين مجلس اداره بيراميدز ومجلس اداره الزمالك، وخطابات هنا وخطابات هنا، لدرجه ان في جماهير مش عارفه هي هتشجع مين بكره في نهائي كاس مصر. في حاجتين هيفوقوا الزمالك، حاجه اقولها لك دلوقتي في الفيديو، وفي حاجه بنسبه 99% متوقعه تحصل بكره. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء عمل تصنيف الانديه لعام 2025. الاهلي متصدر الترتيب على مستوى مصر ومن المركز 46 عالميا. يليه مين بقى؟ مش نادي الزمالك، لا، المركز الثاني بيراميدز في المركز ال 48 عالميا. الزمالك بقى ايه؟ في المركز الثالث في كام؟ المركز 66 عالميا. فانت خلاص رسمي وعلى الورق وكل حاجه بيراميدز خد مكان الزمالك. بكره بقى نهائي كاس مصر، كل المعطيات بنسبه 95% بتقول لك ان بيراميدز هيفرم نادي الزمالك. الزمالك هيفوق ان هو خلاص بقى القطب الثالث في الدوري المصري، ولا الثاني ولا الاول خالص، خلاص هتبقى الاهلي ثم بيراميدز ثم الزمالك. انا ما اكرهش ان يبقى في علاقه وديه بين الزمالك وبيراميدز او الزمالك واي نادي، لكن اهم حاجه في العلاقه دي ان انا احط مصلحه ناديه كنادي الزمالك في الاول، ما احطش بيراميدز الاول.